السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اف موبايل بال بالتايكس. التطبيق ده مساحته 86 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتأمين على اي شيء وكل شيء مهم ومفيد عندك في حياتك. يعني عايز تأمن على حياتك بتأمن على حياتك، عايز تأمن على السفر بتاعك بتأمن على السفر بتاعك، عايز تأمن على العربية بتاعتك بتأمن على العربية بتاعتك، عايز تأمن على البيت بتاعك ضد اي حوادث، ضد اي كوارث، ضد اي زلازل، ضد اي حرائق، ضد اي حاجة بتقدر تأمن. عايز تأمن على بضاعة جايالك من بتستوردها مثلا من دولة معينة، وجايلك مثلا عن طريق البحر او عن طريق مركب او اي حاجة، عايز تأمن على البضاعة اثناء الرحلة، بحيث لو حصل لها اي مشكلة، المركب غرقت، المركب طلع عليها قراصنة، اي حاجة من الحاجات دي، انت تضمن ان انت بضاعة يعني يا اما بضاعتك تجيلك يا اما فلوسك تجيلك. بتقدر برضو تعمل الموضوع ده. ده الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق ان انت تقدر تأمن على اي حاجة مهمة او قيمة في حياتك. مميزات التطبيق. اما بالنسبه لعيوب التطبيق، فالتطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق كله بيكون باللغه الانجليزيه ومفهوش لغه عربيه. بس كده يعتبر افضل شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. احنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. اما لو انت آه، او الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقول عشان بعض الناس اللي بتخش تحمل تشوف الفيديوهات وتحمل التطبيقات، وبالذات التطبيقات اللي بتكون موجوده على القناه بقالها فتره طويله، وبعد كده ما تشاهد التطبيق. يعني التطبيق بيكون نازل على القناه بقاله سنه مثلا او اكتر من سنه، وبعد كده بيخشوا يشاهدوا الفيديو ويحملوا التطبيق ويلاقوا فيه حاجات مختلفه عن اللي متقاله في الفيديو. يقول لك ليه مش قال كل الحاجات الايجابيه، ليه مش قال كل الحاجات السلبيه؟ ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. لان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بننزل لها تحديثات مستمره، يعني ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من معالم التطبيق كلها. عشان كده دايما بنأكد وبنوه ان لو اي حد لقى حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا بنثبت التعليقات بتاعه الناس. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت فيديوهات موجوده بقالها فتره طويله وخايف ان انت تحملها يكون فيها حاجات مختلفه عن اللي موجوده حاليا، ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسمه راجع برامج، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.